السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وكويسين وفي اتم صحة وفي اسعد حال دايما يا رب. النهاردة معانا رسالة هي خاصة بالحبيبة، يعني حبيب بيفكر في حبيبته وبعت لها رسالة مش واضحة قوي على قد ما هي بتبين هو شايفها ازاي او هو بيفكر فيها ازاي. الشخص ده شايف ان حبيبته دي هي السبب الأساسي علشان سعادته، وهو شايف إنها طول الوقت بتحاول تجدد من نفسها وتشتغل على نفسها علشان تكون مناسبة ليه. فهو شايف إن هي بتحبه جدا، وعارف إن هي مش قادرة تبعد عنه، لكن مش عارف يعمل إيه. شايف إن في حاجات ما بينهم مش متظبطة، هو مش عارف يكون معاها، وهي مش قادرة برضو تكون معاه، لكن الحب ما بينهم موجود والشغف موجود. العطلة منين؟ هما الاتنين مش عارفين. فهو طول الوقت حاسس بيها وحاسس باللي بتعمله علشانه وعلشان حبهم يكمل، ومقدر ده جدا، وشايف ان هو لما بيكون معاها بيبقى فرحان ومبسوط وسعيد. وشايف ان هي حد طاقته ايجابية قوي، ولما بتكون موجودة بجد طاقتها دي بتنعكس على كل اللي حواليها، وبتخلي الحاجات ليها شكل ومعنى مختلف تماما. يعني لما بيكون زعلان او حزين بيكلمها ويقدر يفضفض معاها ويفضفض لها عن الحاجات اللي مضايقاه، وهي بتسمعه كويس جدا. فهي شخصية منصتة قوي، وده بيخليه بيحبها، ونفسه ان هم يكونوا مع بعض بس مش عارفين يعملوا ايه. فهو عارف مقدار حبها ليه، وطبعا هو متعلق بيها قوي، بس زعلان ان هما مش عارفين يكونوا مع بعض ومش عارفين يبدأوا حياتهم الطبيعية ولا يكون في استقرار وبيت. يعني هو بيشبهها بان هي فراشة كده، الوانها جميلة ومبهجة، لكنها في نفس الوقت ضعيفة قوي، ضعيفة ومحتاجة حد يكون جنبها ويسندها علشان تقدر تواجه الحياة. هي بتواجه الحياة آه، بفطرتها بفطرتها الطيبة، فبتتعامل مع الناس كلها انها بتحبها، والناس بتكن لها الخير، وعادي لو حصل لها حاجة بتحكي وفاكرة ان الناس هتفرح لها. ما تعرفش ان في ناس بيكون عندهم حقد وبيقدروا يداروا حقدهم ده. ناس بيكرهوا الخير اللي حواليهم او بيستكتروه على الاشخاص التانيين، فبيشوفوا ان ليه اشمعنى انتي فرحانة وبتحبي وحياتك كويسة وانا ما بحبش مثلا، او مش لاقي حد يحبني، او انا حياتي فيها مشاكل. فانتي الفكرة ان الناس كلها عندها مشاكل وعندها حاجات كويسة وحاجات بتفرحهم، لكن انتي بتختلفي انك انتي طول الوقت عايزة تبيني ان حياتك كويسة، او مش عايزة تظهري زي ما قلت بان انتي انسانة بتشتكي. لا، الحمد لله، نعمة ربنا، بتحمدي ربنا على النعم اللي هو مديها لك، وبتتكلمي مع الناس طول الوقت في النعم دي وقد ايه انتي مبسوطة وقد ايه انتي فرحانة. في حين ان الناس اغلبها العكس، بيصدر طول الوقت المشاكل اللي في حياته، المتاعب، بيتغافل تماما عن النعم. فانتي اختلافك عن الناس دي بيخليهم يبصوا لك بصه، ايه ده؟ هو معقول في حد مستريح كده؟ هو ليه انتي عايشه كده واحنا مش عايشين بالشكل ده؟ ويبتدوا يستكتروا عليكي الحياه اللي انتي فيها. وده لانك بتتعاملي مع الناس بفطرتك، بتتعاملي مع الناس بطيبه قلبك، ان الناس كلها قلبها ابيض زيك وهي هتحب الخير ليكي، زي ما انتي بتفرحي لما بتسمعي حد عنده حاجه كويسه او حد حصل له خير، فبتفرحي كانه جايلك انتي بالظبط. لكن مع الأسف مش دي الحقيقة. عشان كده حبيبك بيشبهك بالفراشة اللي هي ضعيفة، محتاجة حد يوجهها ويعرفها تتعامل مع الناس ازاي، وان مش كل الناس قلبها ابيض زيك. مش كل الناس هتفهم انك انتي عارفة ان كلنا عندنا مشاكل وهموم، فمش حابة انك تتقلي على اللي قدامك بمشاكلك انتي كمان، وان طبيعي ان مش كل الناس تكون حياتها A1. لا، في اكيد مشاكل بتقابلك في الشغل، في اكيد مشاكل بتقابلك في البيت، في حاجات مضايقاكي، احلام انت شخصيا عايزه تعمليها وتحققيها، بس ظروفك الماديه اكيد زي اي حد من وقت للتاني بتحصل له ازمه ماليه. بس مشكلتك
او اللي هي ميزة بالنسبة لحبيبك انك انتي ما بتتكلميش عن المشاكل دي، مش عايزة تشيلي غيرك همك. فعشان كده هو بيحب ده جدا فيكي وبيقدره جدا، وهو طبعا شايف ان انتي انسانة جميلة، انسانة قادرة تدي اكتر ما تاخد، مهتمة بانك انتي تحتوي اللي حواليكي، حتى لو اللي حواليكي دول هيبصولك بنظرة تانية، او بنظرة ممكن يكون فيها اذى وضرر ليكي انتي شخصيا. بس كل ده مش فارق معاكي، فارق معاكي انك تكوني انسانة ليكي اثر جيد في اللي حواليكي، انسانة بتدي اللي حواليها طاقة ايجابية، انسانة بتدي اللي حواليها دفعة ان هم يكملوا ويوصلوا عشان يحققوا احلامهم، وتوري لهم ان الحياة فيها ابيض كتير، هي فيها ابيض واسود، بس انتي بتركزي على الجانب الابيض، بتركزي على الحاجات المبهجة، الحاجات اللي فيها امل وفيها طاقة، طاقة ايجابية جميلة، على عكس اغلب البشر اللي بيبصوا لنص الكوباية الفاضي مش المليان. فالحبيب هنا بسبب حبيبته، بسبب طاقتها الجميلة وقلبها الابيض ونقائها، وان هي بتتعامل بفطرتها، خلاه يحس ان هو عارفها من زمان. مجرد ما شافها حاسس ان هي مش انسانة غريبة عليه، حاسس ان انتي حبيبته، حاسس ان هو عارفك، وكأنه عاش معاكي حياتك دي بتفاصيلها قبل كده. عارفة اللي هي بنقول عليها ديجافو، اللي هو الحاجات بنشوف حاجات بنحس ان احنا، لا احنا عشنا المواقف دي قبل كده، او مرينا بالظروف دي قبل كده وتصرفنا بنفس التصرف. هو اول ما شافك حس بده، حاسس ان انتي مش غريبة بالنسبة له، لا ده انتي، لا احنا عارفين بعض، ده احنا تقريبا عشنا مع بعض، ده انتي حبيبتي في حياة تانية وانا حبيبك، فما ينفعش تكوني لحد غيري. زائد كمان ان هو فعلا قادر يشوف كل المميزات اللي فيكي، شايف ان انتي انسانة ناجحة، انسانة طموحة، عندك شغلك مهتمة بيه جدا وناجحة في شغلك، وعارفة تكوني واحدة عندك كارير وعندك شغل كويس، مش مجرد بتخرجي بس عشان اسمي رحت الشغل، جيت من الشغل عشان مبقاش ست قاعدة في البيت. لا ده انت بتروحي الشغل وبتقدمي افكار وطول الوقت مشغولة بشغلك، وعارفة تديله حقوقه اللي مطلوب منك فيه بتعمليه، وده طبعا بيخليكي آه، ناجحة في شغلك ومحط احترام من رؤسائك وزمايلك في الشغل، وهو شاف ده بنفسه، وشاف قد ايه انتي واخدة برستيجك في شغلك، فده مخليه فرحان بيكي وفخور بيكي جدا. زائد كمان ان هو شايف فيكي ست بيت شاطرة، يعني مش نجاحك في شغلك مؤثر مثلا على شغلك في البيت، او ان انتي مش قادرة تهتمي ببيتك والطبيخ وما بتخشيش المطبخ ما تعرفيش عنه حاجة، ما تعرفيش حاجة عن شغل البيت نفسه. فده برضو مخليه مبهور بيكي، لان في الغالب اللي بينجح، الست اللي بتنجح في شغلها عادة بتأثر في بيتها شوية، او لما بتكون مهتمة قوي بشغل البيت وانها تكون ناجحة في المطبخ وعارفة تعمل كل حاجة فيه، ممكن تهمل في شغلها شوية. لكن انتي ما شاء الله قادرة توفقي ما بين الاتنين، ومدية كل حاجة حقها صح. وكمان عندك وقت لنفسك، وقت انك تمارسي فيه هواياتك، تخرجي تعملي فيه رياضة، تقابلي صحابك. فمبهور بيكي وبقدرتك على تنظيم الوقت، وانك انتي ما تخليش حاجة تطغى على حاجة وتنسيكي مسؤولياتك. فدي مخليه فرحان بيكي جدا ومبهور بيكي قوي، وبيدعي طول الوقت ان ربنا يحل مشكلتكم من عنده وتبقوا سوا، لانه واثق ان انتي لما تبقي معاه ده هيغير في حياته كتير للأحسن. وهو نفسه ان انتوا تكونوا سوا، بس في حاجات بتحصل ما بتساعدكوش في ده. طبعا لانك انتي انسانه متميزه، وهو شايف فيك ان انتي ميكس ما بين اكتر من ست، ميكس ما بين ست ناجحه قوي في شغلها، ميكس ما بين ست بيت روتينيه، عارفه ما تعملش اي حاجه غير انها تهتم بالبيت وبالطبيخ وبشغل البيت. شايف فيكي برضو ان انتي بنوته قادره تطلع طاقتها في الخروج وفي السفر وفي الرحلات، وليكي هوايات. فشايف ان ده مخليكي محط اعجاب اشخاص تانية، وان انتي في ناس تانية معجبة بيكي وحاطة عينها عليكي. فده ممكن يكون بيسبب في وجود
طاقة بعد ما بينكم، ان مثلا بيغير من الاشخاص اللي حواليكي فمش عارف تكونوا سوا، او خايف ان يكون اعجاب الناس بيكي بيديكي مثلا هو عارف ان انتي مش مغرورة، بس بيديكي مثلا ايه اللي هو طب ما انا اصبر شوية يمكن الاقي حد احسن، متخوف من ده جدا، متخوف ان انتي نجاحك وقدرتك على ان انتي تقدري تعيشي لوحدك وعارفة تظبطي امورك يديكي ثقة في نفسك انك انتي ممكن تستغني عنه، فده مخليه خايف ومحتاج منك انك تطمنيه ان هو ما ينفعش تستبدليه بحد تاني، ان انت ما تقدريش تبعدي عنه، محتاج قوي يحس منك بحتة الامان والطمأنينة دي. وخصوصا ان هو كمان في واحدة قبل كده، شخص هي مشتركة ما بينك وما بينه، حاولت ان هي تنصحه ان هو يبعد عنك، وشايفة ان لا انت على فكرة هي مش مهتمة بيك نفس قدر الاهتمام اللي انت بتهتم بيها، اللي انت مديهولها، لا ده انت محتاج واحدة تحبك قوي، محتاج واحدة تخاف عليك وتقدرك، فايه رأيك لو تسيبك منها وتركز مع المشغولة بيك؟ ايه رأيك لو تبعد عنها وتشوف حد يحبك بجد؟ فهو مش ما عملش ده لان هو شايف ان مفيش اي واحدة تستاهل حبه غيرك، مفيش اي واحدة تستاهل ان هو يسيبك علشانها، شايف ان حياته مربوطة بيكي اصلا، شايف ان انتي محور الكون بالنسبة له، وان من غيرك مش هيعرف يعيش المشاعر اللي هو عايشها دلوقتي خالص. علشان كده هو حابب منك ان هو يطلب منك طلب ان انتي تديله وقت اكتر، تزوديه كده وتحطيه ضمن اولوياتك، وتحاولوا مع بعض تقعدوا كده وتفكروا ازاي تبقوا سوا، لان ان انت بعيدة وفي حد بيحاول يشغلك، وهو غصب عنه بعيد في حد بيحاول يشغله، دي مأثرة عليكم جدا. هو حابب منك ان انتي ترجعي له الثقة تاني في نفسه، لان هو ثقته في نفسه اتهزت بسببك، شايف هل هو فعلا شاكك؟ هل انا فعلا ما بقتش مالية عينك؟ هل انتي ممكن تسيبيني عشان حد تاني؟ شايفة ان هو ممكن يكون ناجح اكتر، شايفة ان حد تاني ممكن يديكي حاجات انا مش قادرة اديهالك؟ فهو محتاج منك انك تطمنيه بحبك، تطمنيه ان انتي معاه وعمرك ابدا ما تبعدي عنه، وان حبك فعلا ليه زي ما هو ما تأثرش بأي حاجة من الناس اللي حواليكي. فهو ده بيبقى اوقات زعلان ومش عايز يعرفك، لان هو عايز يحافظ على حبك ليه، مش عايز ان هو يبينلك الطرف اللي هو زهقان من حبيبته، متضايق من نجاحها، متضايق من اعجاب الناس بيها، لا هو شخص سوي وبيحبك وفرحان بيكي وفخور بنجاحك، لكن غصب عنه زي اي راجل بيحب بجد بيغير على حبيبته، بيغير من الناس اللي حواليكي، وشايف ان هو اولى منهم بيكي، هو الاولى يكون معاكي، هو الاولى يكون جنبك، مش من الطبيعي انك تكوني سايبة مجال لحد يبدي اعجابه بيكي، او ان يقول ان هو اهم من حبيبك. هو شايف ان هو الاهم في كل مسؤولياتك وكل الحاجات اللي انتي مشغولة بيها، وهو مستخسر ان الحب الكبير اللي ما بينكوا ده يضيع، علشان شوية ناس عايزة توقع ما بينك وما بينه، شوية ناس مستكترينكوا في حياة بعض. هو عارف ان انتي حاجة كبيرة قوي، وشخصية اي حد يتمنى ان هو يكون جنبها، وانتي برضو عارفة ان هو راجل قادر يتحمل المسؤولية، راجل لما بيكون معاه في علاقة او يكون معاه شخصية بيحبها زيك، عمره ابدا ما يخذلها او يجي عليها، فمستخسر المشاعر الجميلة اللي ما بينكوا دي والحب الصادق قوي ده والقوي ده ان هو يضيع بسبب نظرة الناس اللي مستكترة عليكوا حبكوا. حابب ان انتوا تقربوا من بعض اكتر، عايز ان انتوا تقعدوا مع بعض وتوصلوا لحل. مش طبيعي ابدا ان تكون هو عنده كل الحب ده ليكي وانت كل الحب ده ليه ومش عارفين تكونوا سوا، فمحتاجين ان انتوا تقعدوا مع بعض اكتر، تتفاهموا، توصلوا لحل، آه، تقصروا المسافات ما بينكم علشان تعرفوا تكملوا في علاقتكم وتنجحوها، لان مفيش اي حد
من طرفك او من طرفه هيخاف على حبكم، ويكون حريص ان علاقتكم تكمل اكتر منكم انتوا الاتنين. فانتوا لازم تقوموا ده بنفسكم. وبكده تكون انتهت رسالتنا النهارده، رسالة من حبيب لحبيبته، شايف ان هي ناجحة وطموحة، بس خايف ان هي تسمع للي حواليها وتبعد عنه. خايف انها تكون بتقوله انها بتحبه ومشاعرها زي ما هي، لكن من جواها مش قادرة تصارحه بان مشاعرها اتغيرت. انها تكون من جواها بتخطط انها تسيبه وترتبط بحد غيره. خايف ومش عارف ينقلها مخاوفه دي ازاي. فياريت الحبيبة تطمن حبيبها وتقوله انها بتحبه زي ما هو بيحبها بالظبط، وانها ملهوفة ان هما يبقوا سوا اكتر ما هو ملهوف ومستني. طمنيه، اهم حاجة في الحب الامان والثقة. رجعي ثقته اللي فقدها، حسسيه بانك انت لسه بتحبيه ومستنياه، وعمرك ابدا ما هتستغني عنه، ان هو بيحبك بجد. وبكده تكون انتهت رسالتنا النهاردة، واقول لكم استنوني مع رسالة حب جديدة. السلام عليكم.